ايه هيثم انت ابو السريع، الشغل ما خلصتوهوش ولا ايه؟ ما دينا شغالين يا مقاول، واحنا جبنا الدور اللي فوق ونزلنا على الدور الارضي. الدنيا ما طرتش يعني، ومن الصبح ما واخدينش نفسنا. مال انتوا فاكرين الشغل لعبه ولا ايه؟ لازم تتعبوا عشان تحللوا يوميتكم. مال في يا مقاول؟ على قد ما حللناهاش اليومين، ما شغالين من 4 الفجر نشتغليه تاني. مال عاوز تصحى ميتي؟ ما كل العمال ما تقوم الساعه 4 يا اخي. يوه يا مقاول، عديها عاد، ما كفايه الغربه عليني، هتبقى انت والغربه. وبعدين يعني ما حصلش حاجه، قلنا لك اللي عايزه هنعملوه، ولا انت هتتلكك؟ ليه مش ما تاخد يوميتك ولا ايه؟ ما خلص يا مقاول، ما تكبرش المواضيع، واحنا بصراحه كدي لنا شهرين ما قبضناش، عايزين نبعته لاهلنا في البلد. طب وهو عليه ايه بس؟ هو يجي يبص على الشغل ويسيبنا ويمشي. يا اخي ده الواحد اول امبارح ما كانش لاقي فلوس يجيب اكل، وقلنا مستنيين المقاول، والمقاول ما جاش، وكملنا شغل برضك، وطلع عين اللي جابني، وقلنا زي بعضه يوم وعديه، ومستنينك انت يا مقاول، وقعدنا بالجوع لحد اخر النهار. وفوق ده كله ما عجبك شيء؟ طب شيلني ونشيلك يا اخي. وبصراحه كده يا مقاول صفي لنا زي ما قال لك ابو السريع، عشان كل واحد يروح لحاله. وماله اصفي لكم، استنوا اجيب الورقه والقلم. تعال يا هيثم انت وابو السريع. الحساب كام؟ انت 5000 في الكلتين وكل، وانت 4000 ونص. امال ليه كنا ناكلوا كباب يا؟ وانا مالي تاكل كباب ولا ما تاكلش؟ هتبطل تريقه ولا ايه؟ هو اللي مكتوب عليكم هني، لسه عليكم 1000 جنيه سلفي و2000 جنيه سكن، وعليكم خصومات، ولسه في حاجات كثيره برضه ما حسبتكمش عليه. كلام زين والله. لو مال انت هتقول 5000 كلنا وشربنا بيها في الكانتين، وهتقول كل واحد فيكم واخد 2000 جنيه سلفي، ولسه كمان علينا ايجار سكن. امال انت خليت ايه في اليوميه بس ولا في الشهريه بتاعتنا كلها؟ خليت ايه فيه؟ لو كمان هتقول لي لسه عليكم حاجات تانية. طب والله كلام زين دي. هو احنا جايين نشتغلوا ولا جايين يضحك علينا بالظبط؟ يا اخي راعي ان الناس متغربه وشايفه العذاب. وبعدين يعني احنا ما كناش في الكانتين ب 5000، انا حاسبهم وكاتبهم في الكشكول. انا واكل ب 700 جنيه وابو السريع واكل ب 550. هلا خليتهم 4000، هتقبلها كيف على عيالك بس يا اخي؟ والله ده اللي عندك، عاجبكم ما عاجبكمش اخذوا بعضكم وامشي، ما لكمش حاجه عندك. يلا لكم صرحه. واه اسمع، انا مش هرد لك الغلط بغلط. عارف ليه؟ عشان انت كبير عني في السن، وانا اتربيت اننا نحترم الكبير. ده اللي علمهوني ابوي، وده احتراما لنفسي وليك. وعايزك تحط حاجه تانية في دماغك برضك، ان احنا كرامتنا فوق اي حد، وسكوتي عليك مش ضعف ولا خوف، لا سمح الله، احترام. وبالغني عن شغلانتك، مش عايزين منك حاجه. يلا بينا ابو السريع. لا ماشيينش، احنا رايحين لصاحب الشركه ذات نفسي، وهنقول له على كل حاجه ان انت هتخصم من العمال ومن الصنايعيين والناس كلها المتغربه دي يا اخي. يلا بينا. ينفع اللي عمله ده ابو السريع؟ يا عم سيبك مني، اوه بطلناها شغلانه خالص، انا هنروح. وانا كمان مروح. ايه ده؟ صاحب الشركه اهو. هو دي. تعال تخافش، تعال يا اخي. جاء في وقته سبحان الله. جيت في وقتك يا استاذ مؤمن. عايز اقول لك على حاجه بس لو سمحت. ايه اللي حصل؟ اقول له يا ابو السريع. ما تقول له ولا نقول له انا يا هيثم، ما تفضل. يا عم انا مش خايف من حاجه، ولكن خايف على اكل عيشنا يتقطع يا ابو السريع. ما بصراحه هو لو ما شافش الموضوع دي الشركه كلها هتتخرب بتاعتي.
اسمع يا استاذ مؤمن، احنا شغالين مع مقاول اللي هو ماسك لك الشغل ده، وبصراحه كده هيعاملنا وحش وكلنا في فلوس، وشغالين بقالنا 3 شهور ما خدناش منهم غير شهر واحد، والشهرين التانيين جي يصفينا دلوقتي قاعد يخصم سلف، اكل في الكانتين، مش عارف ايه، واخترع لنا شويه اختراعات. هل ينفع يا استاذ مؤمن؟ ده بالفعل حصل ولا ما تتبلوا عليا؟ لا حصل بالاثبات وغير كده. طيب هو خصم الشهريه كلها، طب فاضل ايه فيها تاني يا استاذ مؤمن؟ يعني تعبنا يا استاذ مؤمن وشقانا لنا شهريه هيروح على الفاضي؟ لا هيروح على الفاضي يا ابو السريع انت وهيثم ولا حاجه. والكان على الخصومات ما فيش حاجه من مرتباتكم هتخصم. حاجه تانية؟ ايوه في حاجه تانية يا استاذ مؤمن، تسمح لي اقولها؟ قول. ماشي دقيقه واحده. عارف نفسي في ايه يا استاذ مؤمن؟ نفس الناس تتعامل بما يرضي الله مع بعضيه، تتعامل بما يرضي الله مع بعضيه، وما تدخلش جنيه حرام على عيالي، عشان الناس اللي جايه دي ومتغربه من اخر الدنيا جايه من اجل لقمه العيش. لقمه العيش يا استاذ مؤمن، وما حدش يعلم بظروف حد. ايوه حدش يعلم بظروف حد، لكن شغل الخصومات اللي هيخصموها للصنايعيه والعمال والناس اللي جايه متغربه دي على باب الله ما ينفعش. عارف يا استاذ مؤمن، في مننا اللي جاي هيصرف على عياله، وفي مننا اللي جاي معاه امه تعبانه في البلد هيصرف عليها ويجيب لها العلاج كل شهر. اخصم يا عمي، ما قلناش حاجه. وعاوز كمان يخصم منها كانتين، طيب ماشي اخصم حقك، ولكن ما تخصمش حاجات اكتر من حقك. هما بس والله يا استاذ مؤمن مش كل الناس زي بعضيه، في مقاولين ولاد حلال وبتتعامل بما يرضي الله مع العامل اللي زي حالاتني او الصنايعي. في واحد لو طال ان هو ياخد الراتب كله بتاعك هياخده، وفي ناس تقبلها على عيالي. ايوه في ناس هتقبلها على عيالي. بس يلا، حسبي الله ونعم الوكيل. في حد يظلم العامل الغلبان الشقيان او ياكل حد في عرق جبينه او فلوسه، ما دايماش الدنيا يا استاذ مؤمن، والله ما دايم. ما فيش احسن من اللي ياكلها حلال، عشان ده عرق جبين. وربنا سبحانه وتعالى قال: اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه. ما تاكلش عليه جنيه. فهمتني يا استاذ مؤمن؟ فهمت يا استاذ مؤمن اللي عايز نوصله لك اياه؟ والله يا هيثم كلامك كله صح وما ننكروش، زي ما في مقاولين وحشي في مقاولين زينة برضه، فما تزعلش نفسك ويلا بيني. يا عم انا مش زعلان والله، انا طمعان بس في حته تقدير بس مش اكتر.
والظلم بلاش منه يا استاذ مؤمن. الظلم ده ما ينفعش حد يظلم حد. التعامل لازم يكون بما يرضي الله، ولا مش معاي؟ انا سمعت منكم وحاسس بيكم وباللي حصل معاكم، وحقكم مش هيضيع، وهجيب لكم حقكم وانتوا قاعدين هنا. لحظة واحدة استنونا. خلصنا ادهن شويه البوه يا داي، ولا هتعمل زيهم انت؟ انت تاكل حق العمال.